وحشتوني. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه انا بتخيل انا عندي مثلا مليون مشترك وبتكلم معاهم ان انتوا وحشيني وانتوا عاملين ايه والجو ده. بس انا مش عندي غير 50 بس. بكره يبقى عندي مليون مشترك عادي. آه انتوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارف ان احنا الايام دي كلنا مضغوطين، خلينا نرجع لورا شويه احسن عشان نعرف نتكلم براحتنا. عملت كوبايه بقى شاي بليمون، انا من عشاق الشاي بليمون. خلينا نتكلم براحتنا شويه انتوا عاملين ايه؟ كل واحد عايز يعني، انا عايزه ان هو يطمني على نفسه. الفتره دي كلنا مضغوطين وكلنا يعني حاسين ان احنا مش تمام. اوقات بنبقى تايهين، اوقات احنا مش عارفين احنا نفسنا في ايه وهنوصل لايه، واوقات كتير قوي بنبقى فاقدين الشغف ان احنا اصلا نفكر لحاجه احنا ممكن نوصل لها في يوم من الايام. انا عايز اتكلم معاك في موقف حصل لي مثلا. الموقف ده هو غير احمد 180 درجه. احمد مين؟ اول احمد. انا نسيت اعرفك بنفسي. انا احمد، اخوك، واحد عنده 20 سنه، طالع نفسه يبقى حاجه كويسه، يفيد الناس، يتكلم مع الناس، يعرف ناس جديده. آه، في يوم من الايام كنت انا طالب ثانويه عامه زي اي طالب. كنت من الناس اللي هم بيقولوا ان هم هيخشوا طب، هم حاطين رجل على رجل مثلا. بس للاسف، ظروف ما، احمد ده فقد الثقه في نفسه، فقد الشغف انه يعمل اي حاجه. والده توفى في أول ثانوية عامة. ابن خالته كان من أقرب الناس لي برضه توفى قبل الامتحانات، ما كملش شهر، يعني قبل امتحانات ثانوية عامة بشهر. آه، طول السنة في آخر السنة كان في فقرة من الحسد والناس الوحشة اللي بصلك في حياتك، فكنت متلخبط شوية. وانت كأحمد انت كنت متأثر، فقد الثقة في نفسك. بتقول انا هوصل ولا لأ، في قرارات كتير خدتها غلط فأثرت عليك. كلنا بنفقد الثقة في نفسنا، وكلنا أوقات بنحس إن إحنا مش تمام. كلنا بنضيع الطرق اللي إحنا المفروض نمشي فيها. كلنا أصلا بيبقى ما عندناش الطاقة والشغف والشجاعة إن إحنا نكمل في الطريق اللي هو هيودينا لحلمنا، عشان بنبقى خايفين. أوقات كتير نحس إن إحنا مش تمام، وأوقات كتير قوي هنبقى عندنا اكتئاب وبنعيط في الأوضة لوحدنا بالليل، وأوقات كتير قوي هنشوف إن الدنيا سودة، سودة قوي كمان، مش هنلاقي فيها حاجة إن هي تشجعنا إن إحنا نعيش. بس في كلمة سمعتها بيقول: لا تيأسن وإن ضاقت بك السبل، فالله يفعل بعد كل عسر ما تأمل. كنت في الأول بحسبها اللي هي كلمة عادية، يعني مجرد شاعر بيقول كلمتين وخلاص وعدي الدنيا. بس لما قعدت أتأنى وأركز في حياتي، فلقيت بجد إن إحنا حياتنا كلنا كده. ربنا عز وجل منزلنا في الدنيا دي عشان يختبرنا، عشان يشوف مين فينا اللي هيسمع الكلام ومين فينا اللي مش هيسمع. مين فينا اللي يوم القيامة ربنا عز وجل هيجازيه خير ويدخله الجنة عشان سمع الكلام في الدنيا وكان شجاع وقدر يواجه كل التحديات وكل العقبات اللي ربنا عز وجل حطها قدامه. ومين تاني كان خايف يواجه، ومين تاني فقد الثقة في نفسه، مين تاني ما كانش شجاع. فبتقول: لا تيأسن وإن ضاقت بك السبل، فالله يفعل بعد كل عسر ما تأمله. الجملة دي بتلخص حاجات كتير أوي. كلنا هيجيلنا عليها فترة من اليأس والاكتئاب، كلنا نبقى فاقدين الثقة في نفسنا، كلنا مش هيبقى عندنا الشجاعة إن احنا نكمل، هنخش في مليون حاجة، وفي نفس الوقت مش هيبقى عندنا أي شجاعة إن احنا نكمل. دي أول خطوة. ورقم 2 بيقولك بقى: لا تيأسن وإن ضاقت بك السبل. كده كده الطريق بقى صعب، كده كده الطريق بقى سهل. ولقد خلقنا الإنسان في كبد. ربنا عز وجل الدنيا دي عبارة عن كبد، عبارة عن اختبار صعب أوي، عبارة عن اختبار شاق، شاق بمعنى الكلمة. عايز حد يبقى شجاع. فانت متيأس ليه بقى؟ متيأس لان ربنا بعد كل عسر انت هتقع فيه وكل مشكلة هتحاوطك، ربنا عز وجل لو انت واثق فيه وواثق ان ربنا عز وجل عمره ما هيضيعك، هتلاقي ان في طريق كده على جنب انت مش واخد بالك منه خالص بيتفتح لك. هتلاقي ان في كده معجزة حصلت لك وكل حاجة اتبدلت واتشقلبت. هتلاقي ان انت في يوم من الايام مش هتبقى مكتئب يا صاحبي زي زمان. هتلاقي ان الاحلام بترجع تاني لوحدها،
هتلاقي ان انت بقيت بتقرب لربنا اكتر وبتعرف ناس جديدة عمرك ما كنت متخيل ان في ناس بالحلاوة دي. هتلاقي نفسك مبسوط اكتر، هتلاقي نفسك فرحان اكتر، هتلاقي نفسك بتنزل تشتري لبس جديد، هتلاقي نفسك بتفرح بأي حاجة حتى لو كان صغير، كوباية شاي مثلا. هتلاقي نفسك لما تبقى مع ربنا هتلاقي نفسك كل حاجة حواليك جميلة. بمعنى ايه؟ انا بقول لي دايما لنفسي بمعنى ان ربنا عز وجل جميل، تمام، وربنا عز وجل الحاجة اللي بتبقى في سبيله بتبقى اجمل. يعني ايه؟ بتبقى اجمل ما هي من اللي هي عليه اصلا في الحقيقة. يعني مثلا كوباية شاي عليه انا شربتها وانا مكتئب اوي وانا حزين اوي، اقسم بالله ما احس ان هي ليها طعم اصلا، احس ان انا بشرب ميه بتراب عادي. انت فاهمني؟ بس انت مثلا تخيل كده لو انت قريب من ربنا وكل حاجه متيسره لك وحاسس ان انت انا بجد انا مبسوط وانا فرحان، وتعالى كده اقعد كده افرد ظهرك خالص وامسك كوبايه الشاي، هتلاقي نفسك بتقول الحمد لله. الحمد لله ان انا قادر اشرب كوبايه شاي. في ناس مش قادره ترفع ايديها. الحمد لله انا معايا فلوس اصلا واشتريت شاي وعندي ميه. في ناس اصلا الميه مش بتخش بيوتها، تقول الحمد لله اللي انا قادر اصلا يعني يكون فمي سليم. احنا عندنا مثلا في تمريض عندنا مليون مشكلة، الناس عندها أعراض في الفم وعندها أعراض إن هي بتحط فيها تيوب في الفم. فالحمد لله هتلاقي نفسك إن أنت كل حاجة حواليك بتشكر عليها. وإيه بقى؟ وإن شكرتم لأزيدنكم. هو مش ربنا عز وجل مش هيزيدك بس في الحاجة إن أنت تبقى عددها كتير عندك، لأ، إن أنت تستطعمها، إن أنت تفهم إن ربنا عز وجل مديك حاجة كبيرة أوي. إحنا كلنا في حياتنا مش واخدين بالنا من كمية النعم اللي ربنا عز وجل مديها لنا. كلنا مش حاسين بقد ايه احنا متميزين عن غيرنا. ربنا عز وجل ممكن يكون مميزك بمليون نعمة غيرك مش لاقيينها. وفي نفس الوقت برضو احنا عندنا كتاب وبنعاني من الكتاب. احنا محتاجين ان احنا نبص دايما. انا مش بقول نص الكوباية المليان ونص الكوباية الفاضي، احنا محتاجين نبص احنا في ايدينا ايه ونتخيل لو ما كانش موجود. يعني انت تخيل كده، انت ابوك مثلا مش معاك، هتلاقي ان انت ممكن تبقى الحياة صعبة. تخيل مثلا ان والدتك مش معاك، آه، هتلاقي برضو ان الحياة صعبة اوي. طيب هما الحمد لله ربنا عز وجل مخليهم لك وعايشين، طب ما تفرح بيهم. في ناس كتير اوي بتتمنى ان ابوها يبقى موجود معاها. في ناس كتير اوي بتتمنى تسمع صوت امها وهي مثلا في المطبخ بتعمل لهم اكل. بجد في ناس كده، يعني في ناس بتقول لو ثانية ارجع تاني. انا مثلا واحد منهم بتمنى ان ابويا يعني لو يرجع ثانية تاني اسمع بس صوته. كان نفسي مثلا يرجع تاني ويزعق لي عادي. فكلنا مش بنبقى مدركين ان احنا ربنا مدينا نعم كتيرة قوي احنا مش واخدين بالنا منها. برضو بنروح للاكتئاب وبنروح للحزن وبنروح للحاجة اللي احنا فاقدينها وبنزعل عليها. هي بنروح للحاجة اللي احنا فاقدينها وبنزعل عليها. ممكن مثلا تبص ان انت قد ايه مثلا لبسك نظيف، قد ايه انت عندك بيت بيبقى مأوى ليك. بص الناس اللي في فلسطين هتلاقي ان هم ولا في لبس ولا في مأوى، وفي نفس الوقت هم بيحاربوا، هم بيتعبوا، هم بيجاهدوا. انت فاهمني؟ بص الناس اللي في الشارع حواليك كلنا تعبانين صح، بس ربنا عز وجل بيبقى مدينا نعم المفروض نكمل ونحمد عليها. لان احنا لو ما كملناش وما حمدناش ربنا عليها هنبقى مكتئبين بجد، هنبقى زعلانين بجد. ده مجرد فيديو، بتمنى ان انت تسمعني بعد كده ونبقى اصحاب، واتمنى ان احنا نتقابل في فيديو جديد. أه بتمنى ليك كل خير. انا احمد. أه طالب بس منك تعمل لي لايك عشان يوتيوب والخوارزمية بتاعته ان هو ينشر الفيديو عشان في ناس كتير تسمعه. ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. سلام.